انسان عادي بيقبلها، ما عندوش خلفيات. لكن لما باجي اتقدم بيها لخلاص المسلم واقول له الانجيل بيقول، عنده 600 اعتراض داخلي حتى ما كانش هيعبر بيه. ده محرف وده محرف. ايوه. والمسيح بيحبك، مسيح مين اللي انتوا بتعبدوه؟ عنده نسخة ثانية عن المسيح في قرآنه. بالظبط. المسيح مات على الصليب عشان خاطر بتعبدوا اله مصلوب، وعنده ردود جاهزة مبرمج مخه بيها. فلما انا اجي اكلمه عن محبة المسيح مفيش، الباب مقفول. طب نعمل ايه؟ نزيل الاول المعطلات والمعوقات ولما نيجي نزرع ارض لازم ننظفها من اللي فيها عشان نبذر البذار. فده منهج المدرسة النقدية. ايه هي المدرسة النقدية؟ المدرسة النقدية هي مراجعة التراث كله بما فيه من عقائد وإيمان وأدب وتاريخ وعلم وسياسة وفن على الأدوات العلمية. هل يا ترى التراث ده والكتاب ده صح؟ نبتدي ندرسه بالعقل والمنطق والدليل والبرهان لحد ما يثبت صحته او يثبت ايه؟ مساءلته يعني. مساءلته او يثبت بطلانه. نعم. المدرسة ديت نشأت في الشرق والغرب. بدايتها في الغرب في القرن ال17 الميلادي. متأخرة. في عهد ديكارت اللي قال انا اشك فانا افكر فانا موجود. لكن في الشرق كانت بدري شوية. يعني مدرسة الكلام ظهرت في القرن الاول الهجري. علم الكلام. نعم. علم الكلام. نعم. علم الكلام هو مدارسه، وانشقت منه مدارس كثيرة بقى. طلعت منه المعتزلة، طلع منه الأشاعرة، يعني موجود من قديم. وبعدين ابن حزم الأندلسي في القرن الخامس الهجري يعني ال12 الميلادي كان صاحب هذه المدرسة أيضا في الغرب الأندلسي. لما ابتدى يطبق منهج العلم على مساءلة التراث. فده أمر قديم قوي وموجود من زمان النشأة بتاعت المدرسة، والهدف بتاعها هو مساءلة، على رأيك، مساءلة كل أثر وكل نص موجود على هذه الأسس العلمية والمبادئ العلمية. طيب كيف طبقوا العرب؟ أنت أعطيتنا يعني لمحة قصيرة عن بداياته في الغرب ثم بداياته في الشرق. طب كيف طبقوا العرب؟ يعني بعض الأمثلة حتى يحيط المشاهد، يعني بعض الأمثلة وبعض الكتب، بعض الإصدارات مثلا التي صدرت في هذا السياق. بالضبط. هو زي ما قلنا أن في الغرب نشأ وتعرض أيضا الكتاب المقدس للنقد في الغرب كثير جدا. بدأوا فيلسوف اسمه سبينوزا، فيلسوف هولندي وكان يهودي الأصل. فلما نقد الكتاب المقدس شرحه وجم بعديه بقى على منهجه، وابتدوا الناس يبنوا العمليات ديت وينقدوا الكتاب المقدس بوضوح. النقد اساسه هدفه احنا قلنا انه بتشوف الاثر فيه حقيقة ولا ما فيش حقيقة، على حق ولا على باطل. فلما بحثوا المدرسة نشأت هناك ونقدوا الكتاب المقدس، ثبت الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه يحوي الحق. امين. فلما طبقوا المنهج العلمي اللي هو على حق، ولذلك بطلت المدارس النقدية اللي كانت بتهاجم الكتاب المقدس، وظل الكتاب المقدس رافعا هامته. وعايز اقول لحضرتك حتى جميل قوي المشاهد كمان يحب يعرفها. واحد من النقاد دول انشأ مطبعة عشان ينشر الكلام ضد خصيصا ضد الكتاب المقدس لنقده. فلما ابتدى يقرأ الكتاب المقدس وربنا لمس قلبه في اياته انفتح واتغير. فايه اللي عمله؟ كرس هذه المطبعة بذاتها لنشر كتب للكتاب المقدس في كل العالم هو بذاته. نعم. نيجي بقى ربنا يعني بيغير من مثل ما فعل مع شاول. ايوه. شاول الى بولس، من العداوة الى طريقه. ده سليم. واللي حصل كمان في الشرق بقى عندنا ظهرت مدارس للنقد غير القديمة بتاعة ابن حزم ومدرسة الكلام او علم الكلام والمعتزلة والاشاعرة الى اخره. حتى هذا يقال انهم اخذوه عن الفلسفة اليونانية وبعد ما اطلعوا على ما قبلهم يعني. ده تمام كده. لكن لما نيجي للعصر الحديث ونشوف مين اللي طبق الكلام ده منهم،
نجد ان هم طبقوه على علم الحديث اولا. نعم. علم الحديث، وابتدوا ان هم يطبقوا عليه الادوات العلميه، فظهر ان علم الحديث على باطل، معظمه على باطل. وابتدوا بقى ايه يلزقوا فيه ويعالجوه. طب نحط علم التجريح، علم التعديل، نحط علم الروايه، نحط. قعدوا يلزقوا فيه، وفي الاخر برضه وصلوا الى حل انه ما ينفعش خالص. واحد زي احمد منصور وعبد الفتاح عساكر وغيرهم قالوا الحديث ده ما ينفعش، ده لازم يترمي في الزباله، ده معمول في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري. ولذلك سموا انفسهم القرآنيون، وهم اللي دلوقتي بيقبضوا عليهم مباحث امن الدوله في مصر. نحن عملنا حلقة ماضية تقريبا ليست إحاطة شاملة، لكن عملنا بعض الأشياء عن القرآنيين. ده حلو خالص. امتد هذا العمل بقى أيضا إلى القرآن، ودي يعني هو توقف عند الحديث، لكن في بعض الناس أخذوا جرأة وحرية إنهم يناقشوا القرآن. مثل من؟ طه حسين. نعم. طه حسين بعد ما طبق هذا المبدأ على الشعر الجاهلي، وطلع ان الشعر الجاهلي اغلبه منحول. منحول يعني ايه؟ مكتوب تزوير. نعم. ينسب زورا الى اشخاص غير كاتبين، الى شعراء قدام. ليه بقى؟ عايزين يثبتوا ان كلام القرآن كلام عربي. ده تحليل طه حسين، كلام عربي. فيألفوا اشعار فيها الكلمات بتاعت القرآن وينسبوها مين؟ للقدام. ابن الصلت، زهير، امرئ القيس، ينسبوا اميه هو كان عايش عشان خاطر يشوفوه. فده دراسه على الشعر الجاهلي. وفي اثناء كتاب الشعر الجاهلي اللي صدروه في اثناء هذا الكتاب كتب فيه حاجات. الكتاب ده عندي وموجود على الانترنت، وصدرت نسخ يعني منقحه. ازالوا منها كل. لا ده اجبروه يعمل كتاب تاني عن الادب الجاهلي. نعم. لكن الكتاب الشعر الجاهلي موجود لازال. فاللي حصل انه طه حسين لمس القرآن كده لمسات على خفيف. فقال طه حسين ان قصة اسماعيل وابراهيم ليست صحيحة، اللي مذكورة في القرآن ليست صحيحة القصة دي. دي حاجة. وبعدين قال حاجة تانية، انكر القراءات السبعة انها تكون موحى بها من الله، قال دي لهجات القبائل. ده اثبات علمي. ثم طعن في نسب النبي محمد، ويقول كده في التقرير اللي مكتوب عنه طعنا مشينا. وبعدين حاجة اخرى، انكر ان الاسلام هو دين ابراهيم، اثبت انه لا دين ابراهيم ولا حاجه كانوا بيقولوا عليه. فاذا ده نقد للقران صريح، بس بعد كده شالوه من وزاره المعارف، كان وزير معارف. شالوه من التدريس في الجامعه، كان استاذ في الجامعه، اديب، عميد الادب العربي. وقدموه للمحاكمه في النيابه، والنيابه اقرت ان الكتاب مليء بالحاجات ديت، بس التمست العذر، قالت ده بحث علمي والراجل ليست عنده نية الإساءة إلى الإسلام. له مخارج يعني. لا مخارج. لما يحبوها يعملوا لها مخارج. وحفظوا المحضر. جه بعديه بقى أيضا ده فتح الباب. جه بعديه سيرون بقى في كل البلاد العربية. فمصر جه حامد أبو زيد. أحمد نصر حامد أبو زيد. وعملوا له قضية